طب يا صديقي سريعا كده بص كده ايه الفرق ما بين الكريتيريا ديت. هو زي ما احنا قلنا الفلتر بتاعنا، فاحنا هنا لو كتبنا 101 فانت اخترت الموظف رقم 101. طيب، طب ايه لو انا مشيت كده وكتبت هنا الموظف 101 واسمه كريم، ماشي، يبقى انا كده بقول له ان لازم يبقى الموظف رقم 101 ويكون اسمه كريم. فلما هاجي ارن هنا فهيطلع هنا نل، مفيش حاجه، مفيش موظف رقم 101 واسمه كريم. بس احنا لو رجعنا للتيبل بتاعنا هنلاقي ان الموظف رقم 101 اسمه احمد، والموظف 103 هو اللي اسمه كريم. يبقى معنى كده ان احنا بنشتغل اند، فانا ما ينفعش يبقى ده الشرط ده مش متحقق. يبقى بالنسبه لي انا لو هسيرش كده بالطريقه دي يبقى لازم الشرط ده يبقى متحقق. يعني انا لو كتبت هنا احمد هيطلع هنا الداتا تمام مظبوطه. طيب، طب انا فرضا ان انا عايز كريم برضو، يعني انا عايز الموظف رقم 101 وعايز كريم، ماشي. ده الفرق بقى ما بين ان انت تبقى ماشي كده وان انت تبقى ماشي كده او ماشي كده. طالما انت مش على نفس السطر يبقى مش انت، طالما انت في السطر اللي تحتيه يبقى اور. افهموا الجزء دي يا جدعان. يعني انا لو كتبت هنا احمد، ماشي، هو كده لا، ان الموظف 101 واحمد يبقى كده لازم يجيب يبقى 101 واحمد، ماشي. وهنا كريم فهو هيدور على كريم حتى لو مش قدامه 103، ماشي. فلازم نفهم الجزئية دي. طب انا لو كتبت هنا 102 ودوست يبقى هو هيدور على 101 و102. ليه؟ لاني انا ما كتبتهالوش على نفس السطر بتاع كريم. فده لازم نعرف الفرق ما بين الاند والاور. بس كده يا جماعة.